احنا ماناش نبيعوا في الخروف حي، رانا نبيعوا الخروف مذبوح. احنا رانا أخي ادعم القناة بالإعجاب تقديرا منك بمجهوداتنا ولكي يصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهد ماذا قال هذا الموال عن الخروف الروماني، وهل سيتم بيعه للمواطنين في عيد الأضحى أم أنه موجه للذبح ويباع لحم وليس حي في الأسواق؟ وتفاوتت الأخبار عن الكبش الروماني المستورد، هل سيدخل للأسواق لكي يباع كالأضاحي أم أنه موجه للذبح؟ يا جماعه ربي يهديكم ان شاء الله اللي راكم تروجوا وتقولوا باللي رانا نبيعوا بالخروف حي وتقولوا باللي احنا رانا قلنا حي. حنا هضرنا في الفيديو اللي فات قلنا هاو الخروف حي موجه للذبح، موجه للذبح، موش نبيعوا فيه حي خاوتي، باش تولوا فاهمين، باش تعرفوا باللي احنا قلنا لكم هاد الهضره باللي الخروف هذا ما راش مذبوح في الخارج. فندت الشركة المستوردة للحم هذه الأخبار المغلوطة وخرجت ببيان أن الكباش الرومانية موجهة لتدعيم السوق باللحوم، أي أن الكباش توجه للذبح مباشرة وليس للأسواق لكي تباع كالأضاحي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.